الميركاتو بدا كيسخن بزاف، وهاد المره عندنا ملفات كبار. برونو فرنانديش رفض السعوديه، ارسنال باغي مورغان روجرز، ريال مدريد داير ماستر كلاس ماليه مع نيكو باز، اتليتيكو خطف غريمالدو بثمن ذكي، نيمار رجع مع برازيل، ومايكل اوليز وسط صراع كبير بين بايرن، ريال مدريد و بي اس جي. يلا نبداو. برونو فرنانديش دار اختيار كبير وقرر يبقى مع مانشستر يونايتد. في وقت بزاف ديال النجوم كيمشيو السعوديه بسبب العروض الكبيره، برونو قرر يبقى في اولد ترافورد وما يخرجش هاد الصيف. حسب الاخبار اللاعب قال للمقربين منه وحتى لبعض اللاعبين داخل الفيستير بانه ما عندوش نيه يمشي رغم الاهتمام القوي من ساودي برو ليج. وهنا الرساله واضحه، برونو ما باغيش غير عقد كبير، باغي يكمل القصه ديالو مع مانشستر يونايتد. هو كابتن، باغي يربح تروفيز وباغي يدخل اكثر في تاريخ النادي. ولكن السؤال الكبير هو، واش يونايتد غادي يعطين بروجيكت قادر فعلا ينافس؟ حيت الوفاء زوين، ولكن بلا تيم قوي حتى برونو يقدر يتعب. أرسنال باغي يدير ضربة كبيرة في بريمير ليج، والاسم هو مورغان روجرز. أستون فيلا واضح اللاعب ماشي للبيع، ولكن أرسنال مازال باغي يدفع بقوة، حيت ميكال أرتيتا كيشوف فيه بروفيل ناقص في الفريق. روجرز يقدر يلعب في الجناح كرقم 10 وحتى قريب من المهاجم، عنده القوة الدريبال وكيعرف يكسر الخطوط بطريقة مختلفة على بزاف ديال لاعبية أرسنال. والأكثر إثارة، كاين كلام أن لاعبين من إنجلند بحال ديكلان رايس وبوكايو ساكا شجعوه باش يجي الإميريتس. ولكن فيلا في موقف قوي، عندهم تشامبيونز ليج، عندهم أوناي إمري، واللاعب ولا مهم بزاف في المشروع. يعني أرسنال خاصو يدير عرض كبير بزاف باش يحرك الملف. ريال مدريد داير ماستر كلاس مالية جديدة، والضحية هاد المرة هي كومو مع نيكو باز. القصة بسيطة ولكن ذكية بزاف. ريال مدريد عنده كلوز يقدر يرجع بها نيكو باز بثمن صغير، تقريبا 10 مليون أورو. ولكن اللاعب طلع بزاف في كومو، دار موسم قوي ولا قيمته أكبر بزاف. دابا ريال مدريد عنده جوج اختيارات، يرجع اللاعب ويستافد منه، ولا يفعل كلوز ومن بعد يبيعه من جديد بثمن كبير كيهضر عليه حتى في 60 مليون أورو. المشكل أن نيكو باز براسو باغي يبقى في كومو، حيث عنده دقائق، عنده ثقة، وغادي يلعب تشامبيونز ليج. وهنا باينه قوه ريال مدريد في العقود. حتى الا اللاعب ما رجعش، النادي يقدر يخرج بربح كبير ويحافظ على الكنترول ديال المستقبل ديالو. اتلتيكو مدريد دار واحده من اذكى الصفقات في هذا الميركاتو، اليخاندرو غريمالدو ب 23 مليون اورو فقط. في السوق ديال اليوم تلقى واحد من افضل ظهراء اليساريين في اوروبا بهذا الثمن، هذه فرصه نادره. غريمالدو جا من موسم كبير، كيعطي اسيست، كيسجل، وكيعرف يلعب كبيستون في سيستم فيه 3 مدافعين. وهنا علاش الصفقة مناسبة بزاف لدييغو سيميوني. أتلتيكو غالباً كيلعب بظهرة خدامين بزاف، كيدخلوا ويخرجوا وكيعطيو العرض في الأطراف. غريمالدو عنده بالضبط هاد بروفيل، تكنيك، سونتر، كود بي اريتي وتجربة كبيرة. وزيد أنه انترناسيونال مع سبين، يعني لاعب واجد للضغط العالي. نيمار رجع مع برازيل، ويمكن هذه تكون أهم 20 دقيقة في بداية المونديال ديالو. برازيل ربحت سكوتلاند ب3-0، وفينيسيوس خطف الضوء. ولكن دخول نيمار في آخر الماتش كان عنده معنى كبير. بعد غياب طويل نيمار دخل وما بدلش كل شيء، ولكن ورى أنه باقي قادر يعطي لمسة مختلفة، تمريرة، رؤية، كالم، وقدرة يحرك بلوك ديال الخصم. كارلو أنشيلوتي كان واضح، نيمار ما غاديش يتعامل معه كستار فوق المجموعة، ولكن كلاعب يقدر يساعد برازيل باش تربح. وهنا الدور ديالو يقدر يكون خطير بزاف. ماشي ضروري نيمار يبدأ كل ماتش، ولكن يقدر يكون سلاح من الدكة، خصوصاً في الماتشات المسدودة. مايكل أوليز ولا واحد من أكثر الأسماء سخونة في السوق، ولكن بايرن ميونخ ما باغيش يسمع بالبيع. ريال مدريد و بي اس جي كيتبعوا اللاعب، وهذا مفهوم. أوليز دار موسم كبير وكيبان لاعب قادر يلعب في التوب ليفل، تكنيك، أسيست، جولز، وقرار زوين في آخر ثلث. ولكن بايرن عنده بلان واضح، يجدد ليه العقد ويخليه من أعلى اللاعبين أجراً في الفريق. ومن جهة أخرى ريال مدريد خرج ينفي أي كونتاكت مباشر مع اللاعب أو المحيط ديالو باش ما يدخلش في توتر مع بايرن. يعني الملف حساس بزاف. أوليز من جهته باين مرتاح في ألمانيا، وبايرن كيشوف فيه قطعة أساسية للمستقبل. آسي ميلان باغي مهاجم جديد، والهدف الأول هو غونسالو راموس. روبن أموريم باغي سترايكر يعطي حلول في الصندوق، وراموس كيبقى بروفيل مناسب، مهاجم صريح كيعرف يتحرك وكيقدر يعطي بريزانس قدام المرمى. ولكن الملف ماشي سهل، حيث بي اس جي ما غاديش يفرط بسهولة.
والثمن يقدر يكون كبير. لهذا ميلان حضر بلان بي، نيكولا جاكسون. الفكرة هي يديروا بري بايون مع اوبسيون داشا باش ما يدخلوش مباشرة في صفقة غالية بزاف. جاكسون عنده السرعة، الحركة، والقدرة يخلق فرص، ولكن السؤال ديما هو الافيكاسيتي قدام جول.